السلام عليكم ومرحبا بكم متابعاتي الغاليات، كنتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه يا ربي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي نشارك معكم هاد البغرير بدقيق القمح والسميد اللي كيجي خفيف ورائع. جربوه ان شاء الله وغادي يعجبكم. ندوزو ان شاء الله للمقادير. عندي هنايا زلافه ديال السميد اللي كنديروا للبسبوسه، يعني سميد رقيق، زلافه 250 غرام. وعندي هنايا 250 غرام ديال، تقدروا ديروا فرينه او تقدروا ديروا القمح نحيدوا ليه غير ديك النخاله ديالو، يعني نشططوه مزيان، حتى هو نفس القياس. وعندي معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، شويه د الملح. هنا درت بديك الزلافه باش عبرنا الدقيق 3 زلايف ديال الماء. الماء يكون دافي، ما يكون سخون ما يكون بارد. هنايا غادي ندوز نبدا نخلط. حنا ما نستعملش السكر نهائيا، غادي نخلط مزيان هذاك الخليط حتى يبداو يبانوا ليا دوك الفقاعات في الهاشوار. تقدروا ديروا الميكسور، انا درت هنايا الهاشوار خلطت هما الفقاعات كيبانوا. عاد غادي نضيف الباكيه ديال الخميره ديال الحلويات ديال 8 غرام، وغادي نخلط عاوتاني. هنا راه ما ضفت السكر نهائيا، ما درناش السكر باش يطيب لينا البغرير ديالنا على خاطرو. وعاد غنحطوه يخمر، ياخد حقه في الخميره تقريبا هنايا شي اكثر من 10 دقائق، حتى دار ليا دوك مع الجو بارد، حتى دار دوك الفقاعات هانتوما كيبان لكم صافي. وغادي ندوزو نطيبوه. هنا غادي ناخد مقله اللي سخنتها من قبل ودرتها في الماء بارد، عاد كبيت فيها العجينه. العافيه تكون مجهده مزيان، ما تكونش ناقصه، باش دغيا يتخرج لينا داك البغرير. ملي كيبان ليا الوسط باقي ما تخرجش، كنجرو شويه لعند الجهه فاش كاين النار مجهده، يعني ديك الدائره ديال العافيه. هذا بلا سكر كياخد وقته في الطياب، يعني كيطيب مزيان. ما بغيتش نستعمل انا السكر على قبل باش نضمن راه البغيره ديالني طابت، ماشي تحمر دغيا وهي باقا خضره. غادي نبقى على هاد العمليه ديال كنبرد المقله وعاد كنكب العجينه حتى نكمل كاع العجينه اللي عندنا. راه هاد البغرير راه جربوه ان شاء الله غادي يعجبكم، كيجي سهل ومضمون. وغتعتمدوا ان شاء الله في رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه وطول العمر يا ربي. وشكرا لكم على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.